في احدى الايام الحزينة كان في بنت قاعدة في مكان بتعيط بعد ما كل عيلتها ماتت والقرية بتاعتها اتدمرت. كان معاها في الوقت ده صديق طفولتها كافكا اللي بيحاول يخفف عنها ويشيل شوية من الحمل اللي عليها. بيقول لصاحبته انا يا مينا لما اكبر هكون اقوى ضابط في قوات الدفاع وهحميكي، مش هسيبك تزعلي ابدا وهكون دايما معاكي. مينا هي كمان بتوعده انها تكون برضه ضابطة في قوات الدفاع وهتحميه برضه ومش هتسيب حاجة تحصل له. بعدها بقى بتمر السنين على الاتنين دول وبتفوت الايام ومينا بتكبر، فعلا بتبقى واحدة من اقوى قادات فرق الدفاع والناس كلها بتحبها وتحترمها. انما صاحبنا كافكا فكان فاشل، قوته البدنية ضعيفة جدا ويا دوبك بيشتغل في التنظيف للفرقة اللي مينا شغالة فيها. فهم بعد ما بيقتلوا الوحوش كافكا واللي معاه بيروحوا ينظفوا بقايا الوحوش دي علشان يرجعوا المدينة جديدة تاني. هو حاليا عايش في شقة مكركبة عليه من كل حاجة، حياته مقرفة بكل معنى الكلمة، ده حتى سنه عدى السن القانوني اللي هيخليه ينفع ينضم لفريق الدفاع. وكده المفروض عليه يودع حلمه في انه يقف مع صديقته مينا في ساحة المعركة من تاني ويفضل قاعد زي خيبتها زي ما انت شايفه كده. المهم تاني يوم بقى كان كافكا رايح على الشغل بتاعه والدنيا تمام معاه، بيلاقي واحد جديد انضم لفرقة التنظيف واسمه بيكون رينو. احلامه نفس احلام كافكا ونفسه برضه ان هو ينضم لفريق الدفاع ويكون ضابط فيه. الواد بيسأل هينو وبيقول له هو انت ليه استسلمت؟ انا سمعت من الكل انك حاولت تقدم على فريق الدفاع ده لاكتر من 12 مرة ولكن انت اترفضت. كافكا قال له والله في حاجات كتيرة مستحيلة علينا احنا البشر، احنا بنتولد كده والصعب يعني نعديها مهما اجتهدنا وعلشان كده انا استسلمت. الواد بقى رد على كافكا وقال له انا لا اوعدك ان مهما وقفت بيا الطرق عمري ما هستسلم، انا لازم اكون ضابط في الدفاع. وبعدها بيسيبه وبيمشي. كافكا طبعا بعد ما سمع كل الكلام ده نفسه عزت عليه جدا وقعد يعيط. المهم بعدها بيروحوا لمهمتهم المعتادة وبيبداوا في تنظيف الوحوش وازالة بقاياهم وكل الكلام ده. رينو طبعا ما كانش متعود ومقروف منهم ولكن كافكا كان بيساعده، بيديله كمان شوية من اكله وبيعلمه الاساسيات والدنيا حلوة. اخيرا بقى وفي نهاية اليوم ده الواد بيشكر كافكا على كل اللي عمله وبيقول له انا اسف علشان اهنتك الصبح واهنت مجهودك اللي بتبذله ده، بس اللي انا حابب اعرفهولك ان نظام الدفاع رفع سن القبول السنة دي كمان سنة، يعني من الاخر كده ينفع تقدم برضه على فريق الدفاع. انا بقول لك الكلام ده علشان لاحظت مشاعرك وانت بتتكلم معايا الصبح، طبعا ممكن اكون غلطان في الكلام ده بس حبيت اقوله لك يعني سلام. وبعدها خلاص رينو كان سايبه وماشي. كافكا طبعا اتأثر بكل الكلام ده ولسه هيرد عليه بوم وحش خرج من ورا رينو كان خلاص هيقتله. الواد على طول بأقصى سرعته بيجري عليه وبيلحقه وبيبص بعدها على رينو والوحش اللي قدامه بيترعب اكتر وبيقول له انا عاوزك تمشي دلوقتي، اجري وبلغ اي حد على مكان الوحش ده وانا هعطله لحد لما تهرب. رينو طبعا ما كانش موافق وبيقول له انا مش هسيبك، انت كده بتحكم على نفسك بالموت، انا معاك وهنموت احنا الاتنين مع بعض. كافكا قال له يا عم لا، انت عندك حلم ولازم تنفذه، انا عمري ما هسامح نفسي لو كنت السبب في موتك، فروح يلا بسرعة علشان ما تموتش يا رينو. فعلا الواد بيسمع الكلام وبيمشي وبعدها الوحش بيهجم عليه. كافكا بيجره ناحيته وبيدخل من جوه عمارة متكسرة كده علشان يجري وراه، بيقزح منها على امل بس ان هو يعيش، بس الوحش ما كانش سايبه، مش مديله فرصة يريح حتى، بيكسر رجله وبيرميه على الارض وخلاص شكلها النهاية. كافكا بقى في اللحظات دي افتكر مينا وافتكر كمان الوعد اللي قطعه معاها، قعد يعيط من جواه وساب نفسه للوحش وخلاص شكله هيموت. ولكن بوم رينو بيرجع له ايوه انا مش هسيبك تموت وانا موجود، لو ما قدرتش احميك دلوقتي فازاي هكون قائد في فرقة الدفاع. كافكا مش مصدق عينه بيقول له انت اللي جابك هنا يا ابني، احنا كده الاتنين خلاص هنموت. رينو بيقول له ايه المشكلة، اهم حاجة اكون عملت اللي عليا وبرضه انا عمري ما هستسلم. الوحش بقى هو كمان في الوقت ده كان خلاص جمع قوته وشكله كده هيقتلهم. تخيل بقى ان مين هتسيب حد فيهم يموت يا صديقي؟ لا والله بوم بتخلص على كل الوحوش في المنطقة، بتلحقهم وبتطمن باقي الجنود اللي معاها، بتعرفهم ان مفيش اي ضحايا. بعدها بتبص كده على كافكا وكأنها ما تعرفوش. الواد هو كمان شافها قدامه وصعبت عليه نفسه اكتر وبعدها بيغمى عليه. بيصحى بعدها في المستشفى حزين جدا، رجله متكسرة وحاله يصعب على الكافر. كان عمال يفكر بقى في مصيره اللي جاي قدام ومهنته حتى اللي ما عادش هيعرف يشتغلها بسبب رجله المكسورة، وتحس كده ان هموم الدنيا كلها جاية عليها صاحبي. لكن بيقطع تفكيره ده كلام رينو من جنبه وهو بيقول له لولاك النهارده ولولا انقاذك ليا انا كان زماني ميت، انت كنت عظيم قوي النهارده يا كافكا. الواد بعد شويه الكلمات البسيطه ديت بيفرح جدا وثقته بترجع من تاني، بيقرر ان هو عمره ما يستسلم وبيشكر رينو على الكلام ده. الدنيا بقت حلوه على الاخر ولكن فجاه
فجأة طائر غريب بيشوف كافكا وبيدخل في بقه. رينو سمعه وهو بيصرخ، ما فهمش حاجة وحاول يخلع الستارة بسرعة علشان يشوفه او يعرف ايه اللي بيحصل. بيشيل الستارة فعلا، وهنا كانت الصدمة. ايوه كافكا شكله اتغير وتحول لهيئة وحش. الواد مش فاهم اي حاجة ومش عارف ايه اللي بيحصل ده. عجوز بقى كان معدي بالصدفة وشاف كافكا وهو كمان قدامه، اتصل على الشرطة على طول وبلغهم باللي بيحصل. شكلها هتولع ولا ايه؟ في الوقت ده بقى كان الاتنين واقفين في حالة صدمة ومش فاهمين اي حاجة. رينو بيقول له العجوز العار بلغ الشرطة وخلاص قوات الدفاع يوصلوا لك، شكلك هتموت يا صاحبي. كافكا مرعوب على الاخر وبيحاول يضحك العجوز علشان ما يخافش منه، بس ده منظر يا ابني. العجوز بيدخل في غيبوبة وخلاص قوات الدفاع على وصول، وعلى راسهم طبعا كانت مينا. رينو بقى في الوقت ده كان عارف ان كافكا لازم يستخبى، وده لان لو قوات الدفاع قفشوه فهو هيتعدم وش. الواد بقى هو كمان كان راح على الجدار كده ولسه بيلمسه، بوم كسر امه بلمسه واحده. طلع هو ورينو يجروا وبيحاولوا يستخبوا قبل ما القوات توصل، ولكن كافكا ما كانش عارف يتحكم في جسم الوحش بتاعه وعمال يطلع له حاجات في جسمه، خلاص ما عادش بشري. في الوقت ده بقى الواد وقف كده وعرف انه شكله عمره ما يعرف يحقق حلمه. بس رينو بيقول له يا عم حلم ايه وهباب ايه، بلاش دراما دلوقتي وتعالى نستخبى في جنب قبل ما حد يقفشنا. كافكا لسه رايح معاه وهوب الواد حس بيه. ايوه في وحش من نفس النوع اللي هجم عليهم النهارده مستخبي تحت الارض وشكله بدأ في الهجوم. رينو قال له حلو يا عم، اهم هيتلبخوا فيه شويه ويسيبوك، تعال احنا نستخبى. كافكا قال له تمام واستخبوا فعلا، ولكن الوحش كان خرج وهم بيتكلموا وكسر بيت لامه وطفلتها، خلاص شكلهم هيموتوا. الطفله كانت عماله تعافر باقصى قوتها علشان تنقذ امها ولكن مش قادره تعمل حاجه. الوحش هو كمان شافها وراح لها وخلاص هياكلها. تخيل بقى ان كافكا هيسيب الوحش ده ياكلها يا صديقي، لا والله هوب البوكس التمام طيره. بينقذ البنت طبعا وهو مستغرب من قوته، ولكن عارف ان مفيش وقت ولازم يخلص كل حاجه بسرعه قبل ما قوات الدفاع توصل. وعلشان كده الواد بيقول لرينو اتفرج عليا، بيجمع كل القوه بتاعته في ايده وبيزعل اخره وبيضرب الوحش بوكس نسفه من على وش الدنيا. ايوه كافكا اخيرا كده عنده القوه اللي هتهزم الوحوش. بعدها الواد بيروح على الام وبنتها وبيطمن انهم تمام، كان خلاص هيمشي، بس البنت الصغيره بتنزع عليه بتشكره. ايوه ده الاحساس اللي هينو كان نفسه يحسه، شعور انك تبقى بطل وتنقذ الناس ويشكروك، دي اصلا كانت احلامه. بعدها كافكا بيقدر يتحكم في شكل الوحش بتاعه وبيرجع وشه، بيكلم رينو ويقول له انا خلاص عرفت يا صاحبي انا هعمل ايه، تعالى يلا نمشي. وفعلا بيمشوا من المكان قبل ما القوات توصل، واللي اول لما بيوصلوا على المنطقه ما بيلاقوش اي اثر للوحوش، كل الدنيا كانت تمام التمام. مينا بقى ما بتكونش فاهمه اي حاجه وبتسال البنت الصغيره ديت على اللي حصل، حكت لها كل حاجه وان في كايجو جميل انقذها. مينا لما بتسمع الكلام ده بتتصدم وبتعرف ان لسه في وحش طليق. بتعرف الحكومه بالاخبار وبيسموا الوحش اللي هرب ده كايجو رقم 8. بعدها بقى بتمر الايام على رينو وكافكا وبيقدموا على اختبار الالتحاق بقوات الدفاع. بيجي لهم بريد انهم اتقبلوا في المرحله الاولى، ورينو بيفرح جدا وبيجري على كافكا علشان يعرفه. بيوصل عنده فعلا وبيلاقي قاعد على جثه وحش ومتحول وعمال بياكل، ورينو بيقول له يخرب بيتك هتفضحنا اللي مفيش منك فايده، ما تعدل شكلك يا عم. كافكا بيعدل نفسه فعلا وبيقول له يا عم ما تقلقش يا مفيش حد هنا، دي خرابه بعيده عن الناس كلها. المهم بقى قول لي ايه اللي انت جايبه ده؟ رينو قال له ده اختار القبول، انت اخيرا نجحت في المرحله الاولى. كافكا بيقول له يا عم ما انا بنجح فيها كل سنه، المصيبه عندي في المرحله الثانيه، ما علينا يعني هنجرب ونشوف اللي هيحصل المره دي. بالفعل ثاني يوم كافكا ورينو بيركبوا عربيتهم وبيروحوا على مكان الاختبار، بيشوفوا كل الناس اللي هتقدم هناك والدنيا كانت تمام. بس فجاه بقى وهم واقفين بتدخل عليهم بنت كده وبتقول لهم المكان اللي انتم ركنتم فيه العربيه ده بتاعي، شيلوا عربيتكم يلا. كافكا بيقول لها بتاعك يا بنتي، ما الاماكن فاضيه ايات كتير. البنت بتقول له رقم 5، هو رقم حظ النهارده، هو علشان كده انا هاخد الركنه رقم 55، يلا شيلوا العربيه بسرعه. كافكا قال لها مش شايل حاجه وورينا هتعملي ايه. البنت قالت له انت اللي جبته لنفسك بقى. بتخلع الجاكيت بتاعها وبتفعل بدلتها، جسمها بيخرج قوه جباره وبتشيل العربيه بايد واحده، بعدها بترميها على الارض. وكافكا بيتصدم، انت مين يا بنت وازاي عملت كده؟ البنت بتقول له انا كوركو، احفظ الاسم ده كويس علشان انا اللي هحرق دمك في الاختبار. الواد كرامته بقى بتنقح عليه وبيروح على العربيه هو كمان وبيعدلها، بيقول لها وانا اسمي كافكا، احفظي اسمي علشان افاجئك في الاختبار. طبعا البنت بتتصدم لما بتشوف قوته وبتعرف ان الاختبار السنه دي هيسليها. بعدها البنت بتسيبهم وبتمشي وبتروح جوه على الاختبار. رينو بقى في الوقت ده كان متعصب على الاخر وبيسال كافكا وبيقول له انت ليه استخدمت قوتك؟ انت عاوز تفضحنا هنا ولا ايه؟ انت ما بتفهمش يا ابني. كافكا بيقعد يعتذر له وبيقول له يا عم علشان ما نتحركش قدامها والكلام ده. رينو بيقول له خلاص تمام، وبعدها
بيبدأوا في الاختبار، وكان عبارة عن شوية تمارين بدنية وحاجات كده صعبة. البطل بتاعنا بقى في كل التمارين ديت كان الأخير، وحرفيا شكله جاي هنا بالغلط يا صديقي. الفقرة الأولى من الاختبار بتنتهي وكافكا بيطلع ال 219 على الدفعة، اللي هو حرفيا من آخر 10. على الصعيد الآخر كوركو بتطلع الخمسة على الدفعة، واقفة كده بتبصله بانتصار وبتقول له ما عداش ساعتين بس على كلامك، واديك واقع على الأرض اهوت خسران. قلت لك أنا اللي هكسرك في الاختبار، يلا اعرف مقامك. كافكا لما بيسمع الكلام ده بيتحرك جدا وبيقول يا أرض انشق وابلعيني، وكان مشهد مضحك جدا الصراحة. المهم بقى في الأثناء ديت كان الرقيب هوشنو بيوري أوراق الناس المستجدة لمينا، واللي هي قائدة الفرقة الثالثة يعني. ما كانش شاددها أي حد، ولكن لما شافت كافكا قلبها دق ناحيته كده وقالت له اتكلم. عرفها بعدها بكل الناس المقدمة في الاختبار، وقال لها ان السنة دي مليانة بالموهوبين وشكلنا كده هنشوف حاجة جامدة. بعدها الاختبار التاني بيعلن عنه، وكان المفروض يعني الناس اللي هتشارك في الاختبار ينظفوا كل جثث الكايجو الموجودة في المنطقة، ولكن طبعا علشان صاحبنا منحوس الاختبار بيتغير وبيبقوا مطالبين بقتل كل الكايجو في المنطقة. هيدولهم معدات واسلحة تساعدهم في المعركة واسمها البدلات القتالية، والبدلة ديت اي حد بيلبسها بتغير شكلها على جسمه وتخرج قوة تتناسب مع موهبة المستخدم. يعني مثلا رينو موهبته 8% والواد ده موهبته 18 وده 20 وهكذا. طبعا الرقيب هوشنو بيقول لهم ما تقلقوش، لو باين ان موهبتكم في استخراج قوة البدلة قليلة دلوقتي، مع الوقت القدرة هتزيد وهتقدروا تعلوا في النسبة، وطول ما انت موهبتك حتى 1% فتقدر تنجح في الاختبار ده. ولكن كافكا كانت موهبته 0%، وهو حرفيا هوشنو اتصدم، عمال يضحك عليه وبيقول له ده انت معجزة يا ابني. كافكا هو كمان كان بيحاول يعمل اي حاجة ولكن بيحرج نفسه تاني. على النقيض الاخر بقى موهبة كوكرو كانت 46%، وده رقم عالي جدا. اللي هو ايه القوة ديت يا بنتي؟ ما علينا يعني. بدأ الاختبار بعدها بقى والكل اخد اسلحته وطار على الوحوش، وكوكرو بتستخدم قوة البدلة وما بترحمش حد. العيال من وراها بيعملوا زيها، وما فيش حزين في المجموعة غير صاحبنا كافكا. السلاح تقيل عليه من غير قوة البدلة ومش قادر حرفيا يحركه. رينو طبعا كان معاه ومتعطل ومش راضي برضه يسيبه. وقتها الرقيب هوشنو بيكلم الكل وبيقول لهم كل واحد فيكم عنده ترس بيراقب حالة جسمه، لو لاحظنا ان اي حد اتصاب او مش هيقدر يكمل هنسحبه على طول من الاختبار، وبكده هيسقط ومش هينجح ابدا. لكن لو نجحتم فالقائدة مينا ذات نفسها هتكافئكم، هي هنا دلوقتي وبتتفرج عليكم، فشدوا حيلكم بقى علشان ما تتحرجوش قدامها. كافكا لما بيسمع الكلام ده بيتحمس على الاخر وبيرمي السلاح الكبير بتاعه وبيشيل المسدس. ايوه ما حاجة على قده يا صديقي. بيروح ورينه بقى على الوحش اللي العيال دول بيواجهوه، وكافكا بيتعرف عليه، بيرمي عليه قنبلة الضوء والوحش ما عادش شايف حاجة. بعدها الواد بيقول للاتنين دول صعوبة على بطنه، وطبعا بيسمعوا كلامه، وهوبا الوحش اتقتل. واللي حصل ده صديقي ان كافكا لقى نفسه مش هيعرف يقتل الوحوش بقوته الضعيفة دي، فقرر يدعم زمايله ويعرفهم على نقاط ضعف الوحش. فهو اصلا كان شغال بيشرح فيهم بقاله كذا سنة، كان لسه بقى رايح على حد تاني علشان يساعده، وهوبا وحش طلع من تحت الارض وضربه. الواد اترمى على الجدار جسمه كله مصاب، والرقيب بيؤمر بتجهيز الترس علشان ينقلوه. في الوقت ده كان الوحش بيقرب والكل بيتفرج، وكافكا رافض يستسلم، بيقول انا لو استسلمت دلوقتي هسقط في الامتحان وهخسر الفرصة الوحيدة اللي ليا، انا مش هستسلم حتى لو هموت. الوحش بقى هو كمان كان قرب منه ورايح علشان يقتله، وهوبا الكل اتصدم. ايوه كوكرو بتخلص على الوحش ده بكل شجاعة، بتقف قدام كافكا كده وبتقول له انا مش هسمح لحد ينسحب او يموت طول ما انا في ارض المعركة، يلا بقى سيبك انا وانت شكلك عرة كده، هروح بقى علشان اكمل قتل في الوحوش. كافكا لما بيسمع كلامها ده بيتأثر جدا وبيتحمس والكلام بيحز عليه، بيبص كده على رجله وكانت مكسورة. الرقيب بقى هوشنو بيقول له لو مش قادر تتحرك فاحسن لك تخرج وتنسحب بكرامتك بدل ما تموت يعني وما نعرفش نلحقك. ولكن هل انت متخيل ان ارادة كافكا يلويها كسر زي ده يا صديقي؟ لا والله، الواد بيضغط على نفسه وبيقوم وبيحطم الارقام. ايوه كافكا اخيرا موهبته طلعت من الصفر وبقت 1، مش 1 صحيح يا صديقي، ده 1 من 100. اي نعم هي دلوقتي قليلة ولكنها الطريق علشان يوصل لحلمه. الكل طبعا كان متفاجئ من اللي حصل، وازاي حد قوته تعلى في نفس اليوم كده، كانوا في قمة السعادة. بعدها كافكا بقى بيقول لرينو شكرا على وقفتك جنبي يا صاحبي، بس انا عاوزك تكمل لوحدك علشان ما اعطلكش يعني وتسقط بسببي. رينو قال له ايدي على ايدك يا باشا، مش هسيبك ابدا، وهو بيشيله على كتفه في منظر مضحك بغباء يا صديقي. الركوب هوشنو كان ميت على نفسه من الضحك بره، فرحان جدا بيهم وشكله عاوز ينجحهم وخلاص يا صديقي. في الجانب التاني كوكرو بقى كانت حرارة كل طاقتها ونزلت دك في الوحوش والكايجو مش رحماهم. العيال بيتفرجوا عليها ومذهولين من القوة ديت، والبنت حرفيا مش سايبه اي وحش لحد، بتخلص على الكل فعلا
فعلا وبتروح عند الزعيم علشان تقتله، وهوبا بتديله واحده في بقه وبتجيب اجله. ايوه كده الاختبار اخيرا انتهى، الكل نجح ومحدش صاد في الاختبار. كافكا ذات نفسه كان مصدوم. ايه يا بنت اللذينه ده، انا لسه ملحقتش افتح القنبله اللي في ايدي. ما علينا، ما تلومش غير نفسك يا باشا، كوكرو خلاص جايه علشان تنزلك حق الرهان بتاعك. بس فجاه ضباب حوالين الوحش الاخير بيظهر، ظل وحش كمان بيظهر، والبنت لسه بتبص وراها وهوب اخدت طلقه كسرتها. ايوه ده وحش جديد ظهر في المنطقه، البنت مش عارفه مين ده، والوحش هو كمان بيكلمها بلغه البشر، بيقول لها انت زي جروحك بتخف كده. بوم بيديلها طلقات في كل حته في جسمها، بيقعدها كده على الارض وبيقوم الوحش اللي مات، وبيصحي كمان كل الوحوش في المنطقه. المراقبين والجنود بيسمعوا صوت صراخ كوكرو وبيشوفوا اصابتها وبيفهموا ان في حاجه غلط بتحصل. بيقيسوا قوه الوحوش كمان وبيلاقيها زادت والرعب وصل ليفل ماكس. شكل العيال كلها هتموت ولا ايه؟ كوكرو هي كمان كانت بتحاول على اخرها انها توقف الوحش ده، ولكن مش قادره عليه. الراكب هوشن ومينا دخلوا على البوابه علشان يلحقوها، بس البنت في اخر المكان وشكلهم كده مش هيوصلوا في الوقت المناسب. في الاثناء ديت كانت كوكرو عماله تنضرب من الوحش وبتكسر دراعها، وبتفتكر كل اللي حصل لها، ازاي ابوها كان واثق فيها وعارف انها هتكون الاقوى ومش هتخسر ابدا. بتفتكر كلامه لما قال لها انك لازم تكوني مثاليه، بتزعل لفشلها وبتستسلم للامر الواقع، والوحش بيجمع طاقته وخلاص هيقتلها، بيضرب عليها وهوب ولا حاجه حصلت. ايوه الوحش وصل في المكان، كافكا خلاص هيكسر عظم الكايجو الجعان. كوكرو لما بتشوفه بتتصدم وما بتكونش مصدقه نفسها، انت ايه اللي جابك هنا وبتعمل ايه دلوقتي؟ الواد بعدها بيتحول لشكل الوحش بتاعه وبيقول لها عملت اللي عليك وزياده، سيب الباقي عليا يا كوكرو. في الوقت ده كانت البنت اللي بتراقب الوحوش لاحظت ظهور كايجو جديد وقوته مرعبه، بتقول للقائد هوشنو على مقدار قوته اللي بتقدر ب9.8، والقائد قال لها اكيد المقياس مخرف، علشان لو الكلام ده حقيقي فحرفيا احنا هنواجه واحد من اخطر الوحوش في العالم. وفعلا يا صديقي كافكا كان بيجمع كل قوته وبيقول للوحش وقتك خلص معايا، بيضربه ضربه محمله بكل طاقته وهوبا اتنسف من على وش الدنيا. البنت كانت بتشاهد في ذهول من قوه وعظمه كافكا وحرفيا مش مصدقه عينيها. ووحش خطير بقى كان وراها وهيقتلها، ولكن بوم الواد لحقها، قال لها ما تقلقيش طول ما انا موجود مش هيحصل لك حاجه، بس اهم حاجه بالله عليك اوعى تعرفي حد من قوات الدفاع. رينو هو كمان بيجي كده من وراه وبيديله واحده على دماغه، بيقول له ايه اللي انت بتهببه ده يا ابني، سايب له نص دماغك باين وحول جسمك بس، المكان كله مراقب بالكاميرات، يلا نهرب من هنا بسرعه قبل ما حد ياخد باله. كوكرو بقى لما شافته متصدمت اكتر واغمى عليها من الاصابات. العيال اخدوها وخرجوها قبل ما اي حد يقفشهم، وبعدها القائده مينا وهوشنو بيوصلوا على المكان، ما بيكونوش فاهمين اي حاجه ومش عارفين ايه اللي حصل. هم اكيد متاكدين ان كوكرو قويه بس مستحيل تكون قدرت تهزم الوحش ده لوحدها. بيعرفوا بقى ان في حوار كبير في الموضوع وشكلي في حاجه بتحصل من وراهم. هوشنو بقى هو كمان بيلاحظ ان اثار التحطيم دي هي نفسها اللي قبل 3 شهور، وشكله كده لاحظ حاجه يا صديقي. بعدها بقى بيتم وضع كل من كافكا وكوكرو علشان يتعالجوا والدنيا رايقه خالص. رينو بقى كان قاعد يعاتب صاحبه علشان يتحول قدام الناس، ولكن بعدها بيشكره والوضع اخر حلاوه. مينا كانت واقفه بقى وراهم وسمعت كافكا وهو بيتكلم عن حلمه وانه مش هيستسلم ابدا مهما حصل. بتدخل عليهم وبتقول لكافكا انا عرفت انكم انقذتوا كوكرو وجبتوها لحد هنا، وعلشان كده شكرا على كل اللي عملتوه. وراحت بعدها سايباهم وماشيه. الواد طبعا كان هيموت ويكلمها او يقول لها اي حاجه، ولكن كانت خلاص مشيت. في الوقت ده بقى كوكرو بتفوق من الغيبوبه وهوشنو بيدخل عليها وبيسالها ايه اللي حصل. البنت بقى بتفتكر كلام كافكا ليها بعد ما انقذها وما بترضاش تقول له الحقيقه، بتقول له ان هي اللي قتلت الوحش وبتخبي كل حاجه عنه. هوشنو بقى بيقول لها خلاص تمام وبيسيبها بعدها ويمشي. في الاثناء ديت كان الوحش اللي ظهر في منطقه الاختبار قاعد في الحمام كده وبيسمع الاخبار مستني يعرف كم واحد اتقتل، ولكن المفاجاه الضحايا زيرو. الوحش حرفيا اتصدم من مكانه وعرف ان في حد لحق الموضوع. بعدها بيغير هدومه وشكله وبيرد على اصحابه، بيطلع علشان يتمشى معاهم وشكله كده وحش ما بيهزرش يا صديقي ومش ناوي على خير. المهم بعد كام يوم كافكا بيخرج من المستشفى وبيروح هو ورينو يستنوا نتيجه الاختبارات بتاعتهم. الواد متوتر على الاخر وبيقول لرينو انت السبب منك لله، شكلي اسقط تاني، يا ريتني ما اتعشمت. وحاله كانت صعبه جدا. بعدها واحد من اللي شغال معاهم بيجيب لهم نتيجه الاختبار والعيال بتستلم منه الظرف وكل واحد فيهم بيقعد في جنب كده علشان يفتحه. كافكا طبعا كان متوتر جدا، ولكن لما شاف النتيجه اتصدم اكتر واحنا ما عرفناش حاجه. المهم بعد كام يوم حفل القبول بيتعمل وكل اللي نجحوا كانوا موجودين علشان يستلموا المهمات ويتقسموا في الوحده الثالثه، وعلى راسهم البطله كوركو طلعت على المسرح ومينا مدحتها على انجازها
بعدها، والبنت كانت فرحانة جدا ولكن برضو كانت زعلانة، فرحانة علشان انضمت اخيرا لفرقة الدفاع، ولكن حزينة علشان كافكا اللي لحقها مش موجود وشكله كده سقط في الاختبار. بس هل انت بقى متخيل انه سقط يا صديقي؟ لا والله. في الاثناء ديت بقى الواد بيدخل عليهم وبيسلم على الكل، هو بيقول لهم احلى مسا عليكم. واللي حصل بقى انه اثناء ما هم بيشوفوا النتائج كان كافكا المفروض يسقط ويشبع سقوط، ولكن الرقيب هوشنو قال لهم انا عاوز الواد ده هضمه معايا كطالب ضابط احتياط، وده لانه عطى الاولويه لمساعده صحابه وانقذ اي حد محتاج وما استسلمش حتى لما اتصاب، واحنا محتاجين ناس زيه. وعلشان بصراحه يعني هو بيضحكني كمان ودمه خفيف، وانا ما بحبش الكآبه في الفريق بتاعي. وفعلا كافكا بيدخل متاخر علشان هو طالب مش ضابط وما ينفعش يسمع الخطاب بتاعهم. المهم في الوقت ده بقى كان الواد فرحان جدا، هو حس انه اخيرا هيمشي على نفس الطريق مع مينا. قال لها اسمعيني يا مينا انا شويه وهحصلك. الكل طبعا بيتفاجئ علشان يتكلم مع القائده من غير تشريفات، ولكن القائده بتفاجئهم اكتر وبتقول له بسبب انك كلمتني من غير احترام فهتلعب 100 ضغط في المكان دلوقتي ومش هتطلع من غير ما تجيبهم. ايوه يا صديقي، عمال انت مفكر ايه يعني؟ المهم بعدها الكل بيدخل على منطقه التدريب تاني وبيفضلوا يزودوا في قدراتهم. رينو اسرع واحد طاقته زادت وبيوصل ل 18%، الواد ده كمان بيجيب 20 وده 15، اما كوركو بقى فوصلت ل 55%، وطبعا ده رقم عظيم جدا. بس انت بقى لو بتسأل عن بطل الانمي كافكا يا صديقي فهو جاب 1% بس، وتحسه اكتر واحد فرحان فيهم، عمال يذل كوركو بالواحد بتاعه وهوشنو بيتفرج عليه وعمال يضحك. بس الحقيقه بقى ورا هوشنو ان هو ضم كافكا معاه علشان لما الكايجو رقم 8 ظهر وكانت قوته 9.8، كانت الترسانة مش قادرة تحدد الإصابات ولا كانت عارفة بدلة كافكا فيها إيه، هو حاسس إن هو ليه علاقة باللي حصل. المهم بعدها بشوية بقى كافكا ورينو بيروحوا يقعدوا مع كوركو في مطعم علشان يفهموها الوضع وكل حاجة، بيعرفوها إيه اللي حصل بالظبط. وكافكا بيقول لها إن هو بيفكر يقول لقادات فرق الدفاع علشان يحلوا له المشكلة ديت أو يعالجوه، بس البنت بتصدمه وبتقول له أنت مجنون يا ابني، استحالة ده يحصل، وده لأن فرق الدفاع لو عرفت إنك كايجو أول حاجة هتقتلك، ولكن لو ما قتلوكاش على طول هيعملوا من جسمك سلاح يستخدموه ضد الوحوش. الواد طبعا بيترعب منها وبيقول لها طب ايه الحل؟ الله يصلح حالك عرفيني. البنت قالت له الحل انك تخبي قوتك قدر الامكان وما تعرفش بيها اي حد والا هتموت، وانا علشان انقذت حياتي هفضل كاتمالك السر ومش هعرفه لحد، ولكن لو في يوم شفتك بتأذي البشر فانا هقتلك. وقتها كافكا بيضحك كده وبيقول لها اتفقنا، لو حصل كده فانا هعتمد عليك توقفيني. المهم بعدها بقى بتمر الايام على العيال في التدريبات البدنيه والرياضيه والجبليه وكل حاجه من اللي قلبك بيحبها. كافكا طبعا كان باذل جهد اكتر من الكل وبيحاول يواكبهم وبيذاكر حتى بالليل وما بيرضاش ينام في الوقت بتاعه. الرقيب هوشنو بقى هو كمان بيشوفه وهو بيدخل عليه وبيقول له نام بدري يا ابني علشان جسمك يستوعب اللي بتعمله، ولكن كافكا ما بيرضاش يسمع كلامه وبيقول له انا اقل واحد في زمايلي، لو ما بذلتش مجهود اكتر منهم فاكيد انا اول واحد هطرد، وعلشان كده مش هنام. هوشنو لما بيسمع كلامه بيتأثر بيه جدا وبعدها بيسيب له المفتاح، بيقول له بس بطفي النور وراك يا معلم. هو كان خلاص سايبه وماشي، ولكن قبل ما يمشي قال له جملة واحدة، ما تحاولش تتعلق بحد من الموجود هنا علشان اي حد معاك في لحظة ممكن في اللحظة التانية تلاقيه مات. الواد بيتصدم كده ولسه ملحقش يتكلم بوم الانذار بيرن. ايوه مجموعة من الوحوش بدأت في الهجوم على المعسكر ده وشكلها كده هتولع. هوشنو بقى بيقول لكافكا اجهز يا بطل علشان دي اول مهمة ليك، وشكلها مش مهمة سهلة. بعدها الكل بيتجمع والمواطنين بتهرب والوضع هيولع. الجيش كمان انضم لقوات الدفاع وحاول يسهل الامور للسكان ويوفر لهم النقل. مينا هي كمان اتجمعت مع كل فرقتها وعرفتهم ازاي الهونجو ده ظهر من تحت الارض وفين مكانه وازاي بينتشر. بتقول لهم كمان انها هتخلص على الوحش الكبير من فوق وانتم عليكم كل الصغير المنتشر هنا. بعدها الكل بيركب العربيات وبيقسموا الخطة على بعض والمعركة على وشك البدء يا صديقي. فعلا بيوصلوا على مكان الوحش وبيستنوه على السطح ده. هوشنو بقى بيراقب الوضع حواليهم وبيفهم كل حاجة. ايوه الوحوش خرجت من الهونجو الكبير ده وبدأت تنتشر ولازم نلحق الوضع حالا. الجيش هو كمان بيبلغهم ان كل المواطنين اتنقلوا والدنيا تمام التمام. هوشنو بقى بيقول لكل المستجدين خطاب بدء المهمة وبيقول لهم المهمة ديت هي مهمتكم الاولى، هي اللي هتحدد قيمتك في الفريق وهل هتكمل معانا ولا لا. انا عاوزكم تشدوا حيلكم يا ابطال وتظبطوا الدنيا باكبر قدر ممكن علشان تعدوا في الامتحان. يلا بينا نبدا. الكل طبعا لما بيسمع الكلام ده بيتحمس على الاخر وكافكا ذات نفسه كان
مولع من الحماس وبيقول في باله يلا. وبالفعل الكاجو الصغيره كانت بدات تهاجم والفريق بيقاتلها، ومينا كانت راكبه الطياره علشان تروح على المكان اللي هتضرب فيه الوحش منه. المدفعيات هي كمان اشتغلت ضرب في الوحش من تحت والطيارات من فوق، والوضع اخر حلاوه. الوحش فعلا بدا يتحرك في المكان اللي هم عاوزينه، والوحوش الصغيره بتنتشر والعيال من تحت مسيطرين. كوركو بقى ما كانتش مسميها على حد، واللي بتشوفه حرفيا بتجيب اجله. كافكا بقى كمان كان واقف كده مش عارف يعمل ايه ومش قادر على الوحوش ديت ومستحقر نفسه على الاخر، بيفكر في اي طريقه علشان يساعد بيها زمايله، وما بيجيش في باله غير فكره واحده بس، ايوه انا لازم اتفحص اماكن الجثث بتاعه الوحوش ديت واعرف نقط ضعفهم علشان اسهل على زمايلي. بالفعل بيفحص الجثث وبيحدد نقط الضعف وبيبلغ هوشنو بيها، والقائد طبعا بيفرح من كافكا علشان بيحاول يساعد الفريق بتاعه. بس كافكا بيصدمه تاني وبيقول له انا لقيت ان الوحوش ديت عندها اعضاء تناسليه وتقدر تعيش حتى بعد ما نقتلها، ولكن لو عاوزينها ما تقومش تاني لازم نخلص على الاعضاء التناسليه ديت. القائد بيعجب جدا بالمعلومات ديت وبيبلغ كل الفريق علشان ياخدوا بالهم ويخلصوا على الاعضاء. الدنيا كانت رايقه على الاخر. رينو بقى في الوقت ده هو كمان كان بيقاتل الوحوش بكل طاقته وهو حرفيا كان مبدع. زمايله وراه بيحاولوا يجاروه ولكن الواد مش فايق لهم، كل اللي في باله ان هو عاوز يزود طاقته علشان صاحبه ما يضطرش يتحول ويحميهم تاني. شغال قتل في كل اللي قدامه، هو اصيل يا ابو الصحاب والله. المهم في الوقت ده مينا كانت وصلت على المكان وشحنت المدفع بتاعها وواقفه مستنيه الاشاره، بتفتكر كلام كافكا ليها بقى زمان لما قال لها انا هكون ضابط دفاع رائع. بتقول له بقى في بالها اتفرج عليا يا كافكا، ومره واحده الطاقه بتاعتها بتتحرر وبتوصل ل 96%. بتركز كل حاجه على الوحش ده وهوب ضربته ضربه صاروخيه فجرت جسم الوحش بالكامل، حرفيا جلدته. نواته بانت والفريق بيبلغ مينا بيها وبوم بتشحن وبتفجر ابوها تاني. ايوه كده المفروض الوحش خلاص اتهزم، ولكن مينا بتديله كمان ضربه علشان تخلص على الوحوش الصغيره اللي بتطلع منه. وكافكا كان بيتفرج وحرفيا مش مصدق عينه، هي يا بنت اللعيبه القوه ديت كلها. هوشنو بقى كان معدي جنبه وسمعه بيقول له بالظبط كده يا معلم، لازم تنبهر اول لما تشوف قوتها، دي الشخص اللي انا وانت والكل عاوزين نقف جنبها، فهل هتعرف تعمل كده؟ كافكا بيقول له يا عم استحاله، اعرف ايه انت تعرف تعمل زيها؟ هوشنو قال له لا، لو على المدفع فانا اضعف منها ايوه، ولكن لو جينا على الوحوش الصغيره فما حدش يقدر عليا. وبوم بيخلص على واحد من الوحوش بسرعه الضوء، وكافكا كان مصدوم، ده ايه السرعه الخاطفه ديت؟ هوشنو بيقول له النصل، انا اقوى واحد بستخدمه وانا الاقوى في الفريق هنا من بعد مينا، فشد حيلك بقى يا عم علشان تحصلنا. بعدها بقى اليوجو الصغيره بتخرج من الوحش وبتنتشر في المدينه. دور مينا بقى كان كده خلص والباقي على الفريق. بالفعل العيال بيدخلوا في مواجهه مع الوحوش ديت وهوشنو بيراقب الوضع من فوق. الدنيا اخر حلاوه. رينو بقى كان مسيطر على الوضع ومخلص على الدنيا كلها قدامه، وماشي هو وايهارو بيدوروا على اي حاجه تانية قدامهم. بيوصلوا عند المنطقه ديت وبيشوفوا المفاجاه، ايوه واحد واقف قدام جثث اليوجو وبيقول ازاي هم ما عاشوش لحد دلوقتي، انا متاكد ان انا زرعت الاعضاء التناسليه فيهم، اكيد في حاجه غلط. رينو بيقول له يا عم الحاج انت بتعمل ايه هنا؟ امشي يلا علشان المكان خطير ويمكن تموت. الراجل بص له كده وقال له اموت؟ ده مين ده اللي هيقدر يعمل كده؟ وبيتضح ان ده نفس الوحش اللي هاجم عليهم قبل كده وشكلها اتولع يا صاحبي. في الاثناء ديت بقى كان كل فرق الدفاع في مكان وهوشنو وكافكا في حته ومحدش عارف ايه اللي بيحصل. الوحش بقى هو كمان كان قام ورفع صباعه ناحيه رينو وهوب الضربه جت فوق قلب صاحبه. الواد بيقع يجيب دم بغزاره ورينو مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. الراجل هو كمان بيغير شكله الوحش كايجو، واخيرا الوضع بدا يتفهم. على طول رينو بيحاول يبلغ قائد الفرقه باللي بيحصل ولكن محدش سامعه ولا بيرد عليه. الوحش بيقول له ما تتعبش نفسك، المنطقه ديت كلها محاطه بحاجز انا عامله ومفيش اي حد هيعرف يسمعك او يجيلك هنا. وقتها رينو فهم انها خلاص كده شكلها النهايه وبيزعق وبيقول له صاحبه ايهارو ان هو يهرب من هنا بسرعه، حاول تبلغ اي حد علشان يلحقنا. الوحش بقى ما بيستناوش يرد حتى وبوم بيهجم عليه تاني، ولكن المفاجاه رينو قدر يفادي الهجوم بتاعه، وده حصل علشان كوركو كانت قايله لهم عليه قبل كده. قالت لهم الوحش ده بيضرب هجمات خفيه وسريعه ولكن اتجاهها دايما بيكون نفس اتجاه صبعه، وعلشان كده رينو قدر يتفادى الهجوم ده. والوحش هجم هجوم تاني على ايهارو ولكن رينو لحقه، بيقول له يلا اهرب بسرعه احنا مش هنلحق نعمل حاجه. وقتها ايهارو فهم ان هو مجرد عطل على صاحبه وسابه، مش علشان يقول لاي حد علشان يجي يساعده او يعمل اي حاجه. في الوقت ده بقى رينو افتكر صاحبه، ايوه افتكر كافكا لما عمل معاه نفس الحركه ديت وانقذه برضه من الوحش، وبيتعصب على الاخر بيلبس القناع بتاعه وبيقول له هكسرك وبيهجم عليه وما عادش شايف قدامه. بس الوحش ده بقى كانت طاقته
عالية جدا والواد حرفيا متكسر. الوحش بيفادي كل هجماته وبيهينه وخلاص شكله هيموت. بيجهز ضربة قوية علشان يخلص عليه ولكن بوم إيهارو رجع له لحقه. ايوه مش هسيبك تضحي بحياتك علشان يا صاحبي، احنا وقعنا في الفخ ده مع بعض ومش هنخرج غير سوا. رينو بيقول له يا ابني انت اهبل، ما عرفتش اي حد ليه علشان يجي ويلحقنا وتعمل اي حاجة، احنا كده بس هنموت على الفاضي. إيهارو قال له انا لما سبتك شعور العجز والضعف ان اخسر صاحبي بسببي ما سابنيش خالص. انا اول مرة مينا لحقتني لما كان الوحش هيقتلني ومن يومها قررت ان انا هكون اقوى ومش هستسلم ابدا. بس النهاردة انا حسيت ان انا لسه نفس الضعيف بتاع زمان. صاحبي اللي كان اضعف مني بيحميني وبيضحي علشاني وحتى انقذني من الهجوم. انا مش هستسلم وهنكسر الوحش ده سوا يا رينو، فيلا علشان ما نموتش. رينو في الوقت ده لما بيسمع الكلام بيتحمس وبيقول له تمام. بينطلق على الوحش علشان يخلص عليه وشكله فهم كل حاجة حواليه. في الاثناء ديت بقى كان هوشنو عرف ان الاشارة بتاعت كل من رينو وإيهارو مختفية وشكل في ان في الموضوع. كافكا وكمان بيعرف وبيشك ان هو في خطر وبيقرر يروح على صاحبه ويلحقه. في الوقت ده بقى كان كل من رينو وإيهارو اتحدوا في القتال ضد الوحش وبيحاولوا يوقفوه. واحد بيثبته بالبرق والتاني بيتقدم عليه وعاملين احلى تعاون مع بعض. الوحش بيحاول يضرب إيهارو علشان يتخلص من رينو بسرعة ولكن التاني بيتفاداها. ايوه كده خلاص انت قدام المدفع يا صاحبي. رينو كان بيجمع كل طاقته في السلاح ومش ناوي يحله. بيضربوا ضربات كتيرة متتالية وحرفيا ما بيوقفش. الدخان ملى المكان وإيهارو فكروا هزم الوحش. كان خلاص فرحان بس المفاجأة الوحش ما حصلوش اي حاجة. عمل حماية لنفسه من الجثث وبيقطعها وبيقابل رينو من وراها. بيضربه بالضربات بتاعته وبوم بيكسر جسمه ورينو بيقع على الارض جسمه بيجيب دم من كل حتة. إيهارو بيحاول يساعده هو كمان بس الوحش بيضربه وبيخليه ما يعرفش يعمل حاجة. بيروح على الواد وهو واقع على الارض وعمال يعذب فيه ورينو ما كانش راضي برضه يستسلم. بيحاول بكل قوته قدامه ولكن خلاص يا صاحبي الوحش كان قدامه ورافع ايده وهيقتله. وإيهارو من الضعف بتاعه كان عمال يعيط بيدعي لاي حد علشان يلحقه ولكن خلاص الوحش كان رافع ايده وهيديله النهاية. ولكن بوم فجأة الاسطورة وصل على المكان. بوم عطاله بوكس الجدعان. الوحش مصدوم ومش فاهم ايه اللي بيحصل معاه. ايوه كافكا وصل على المكان. إيهارو بقى لما بيشوف المشهد ده قدامه بيتصدم حرفيا هيتجنن من العظمة. رينو هو كمان لما شاف كافكا قال له انا اسف ما قدرتش اكون اقوى او خليتك تتحول برضه علشان تلحقني. كافكا بيقول له ولا يهمك يا صاحبي. بيشيله وحطه في جنب كده علشان ما يتأذاش وفي جسمه كمية غل مش طبيعية للوحش ده. الوحش هو كمان ركب راسه من تاني وبيهجم عليه. الضربة بتيجي في كافكا وبيحس بألم صاحبه. بيقول له انت كنت بتأذيهم كده صح، انا مش هحلك. الوحش بيطلع هجمات تانية كتيرة وبيضربه بكل غباء ومفكر نفسه يعمل اي حاجة ولكن بوم كافكا بيصد الهجوم ببراعة وبينطلق عليه بسرعة جدا. بوم بيشلوحه الضربات من كل الاتجاهات والوحش مش لاحق يعمل حاجة. بيحاول يجيب جدار الجثث علشان يلحقه ولكن على مين؟ ده انا كافكا المتين. ابلع يلا. الوحش حرفيا متهان ومش قادر يعمل اي حاجة ورينو وإيهارو هما كمان مصدومين من القوة ديت. ده القدرة الساحقة دي. كافكا بقى هو كمان كان لسه مستمر في ضرب الوحش وما كانش راضي يحله. بيقول له بقى تضرب في صاحبي يلا، طب خد مني احلى بوكس صاروخي على دماغك ودماغ كل اللي حواليك. الوحش حرفيا اخد المدينة كلها زحف واترمى على الارض والنواة بتاعته بانت. كافكا بقى راح وراه ومش حله وجهز نفسه وخلاص هيقتله بس شوية من الجنود بيوصلوا على المنطقة بسبب الخراب وبيشوفوا كافكا قدامهم. بيبلغوا القائد بمكانه والواد بيتلبخ معاهم ونتيجة لكده الكايجو بيعالج نفسه بسرعة وبيهرب من المكان. بيطلع على سطح كده وبيقول لكافكا انا خلاص عرفت انا هتعامل معاك ازاي. بيضرب ناحية البشر والواد بيطير عليهم وبيحميهم من الهجوم. بعدها الكايجو بيستخدم قدراته وبيختفي من المكان بسرعة وشكل كده اللي جاي مش امان يا صديقي. المهم بعدها كافكا بقى وكمان بيضرب في الارض وبيحاول يهرب باقصى سرعة ويرجع لشكله البشري قبل ما اي حد يلاحظ غيابه ولكن من حيث لا يحتسب بيلاقي النقيب هوشن وراه. بيقول له منور يا عم والله. بيفكروا بقى ان هو اللي اذى رينو وإيهارو وبيتعصب عليه. بيفعل قوته الكاملة وبتوصل 92 وبيهجم على الواد بقوة وبسرعة جنونية جدا. حرفيا كافكا مش قادر عليه وشكلها دي النهاية ولا ايه؟ لا والله. كافكا بيستدرج الوضع بسرعة وبيحاول يهرب من هوشن وما يقتلوش بأي طريقة علشان ما يتقتلش او حتى يأذي القائد بتاعه ولكن التاني ما كانش راحم ونزل ضرب فيه بكل غباء. حرفيا الواد بيتقطع. هوشن بيلاحظ بقى ان الوحش ده مش بيهجم عليه وبيعرف ان تحركاته غريبة وشكل في ان في الموضوع. بعدها بقى بيتعصب جدا منه وبيقف في مكانه وبيجمع قوته وبيقول له تمام. بيضرب ضربة على الطاير بتقطع رجل ودراع كافكا. الواد لسه ما فاش منها وبوم
بوم هوشنو كان قدامه مجهز التانية وبيضربه الضربة التمام على قلبه، ولكن المفاجأة كافكا كان عامل حسابه، كان عارف ان هو هينشل على قلبه وعلشان كده جهز له الكمين ده. هوشنو بقى خلاص اتحاصر والواد بيجمع كل قوته وبوم بيضرب السلاح بتاعه وبيطيره. بعدها بقى بيستغل ان هوشنو ما بيبصش عليه وبيهرب من المكان بسرعة. هوشنو طبعا كان واقف مستغرب من اللي حصل وازاي الوحش ده ضرب على السلاح وما هاجموش، بيحس بقى ان في حاجة غلط بتحصل، وبعدها بيبلغ مينا ان الكايجو رقم 8 هرب وهو اسف على كده. بيرجع بعدها بقى يقعد مع الفريق ومينا بتشوفه وهو زعلان، بتسأله مالك. هوشنو طبعا ما بيرضاش يقول لها على اللي هو شاكك فيه وبيقول لها كله تمام ما تقلقيش، بس هو طبعا كان بيفكر في تحركاته الكايجو وضرباته وكل حاجة في المعركة اللي فاتت. بيقول الوحش ده كان بيفكر وبيستجيب وما بيهاجمش بعشوائية زي الوحوش، اكيد في حاجة غلط. وفعلا في الاثناء ديت بقى بتيجي اخبار من احدى الفرق بتصدمهم، ايوه بيعرفوهم ان الوحش اللي اذى رينو وايهارو كان على شكل بشري في الاول وبعدها تحول وعمل كل ده. في الاثناء ديت بقى كانت كوركو قاعده مستنيه كافكا يرجع وزعلانه جدا من نفسها لانها مش عارفه المفروض تثق في كافكا علشان انقذها ولا تعمل ايه لو اذى الناس او تتصرف ازاي. كانت مستنيه يرجع علشان تفهم كل حاجه، وفعلا الواد بيرجع طبعا طاقته خلصانه ومش قادر يتحرك، بس كوركو لما بتشوفه بتفرح جدا علشان طلع صادق معاها والدنيا تمام التمام. بعدها الواد بقى بيروح على المستشفى يزور صاحبه رينو اللي كان لسه تعبان وفاهم العلاج. اول لما بيصحى بيشكر كافكا علشان لحقه وبعدها بيعتذر له علشان كان ضعيف وما قدرش على الوحش. ايهارو بقى كان موجود معاهم في المكان وبيقول له لحقنا مين يا عم، هو قادر يمشي، ده الكايجو الخطير رقم 8 هو اللي لحقنا. وقتها العيال بيغيروا الموضوع وبيداروا عليه في مشهد مضحك الصراحه وكانت حاجه رايقه يعني. اخيرا بقى بعد مرور فتره رينو وايهارو بيخرجوا من المستشفى وبيتعمل لهم احتفال علشان قاموا بخير وسلامه. الكل كان عمال ياكل ويشرب ومزقطط وحاجه اخر حلاوه يعني. اخيرا بقى في نهايه الحفله ديت القائد هوشنو بيقول لهم المفيد، ايوه رسميا كافكا خلاص بقى ظابط تمام وما عادش ظابط احتياط وكده هيلبس البدله الرسمي. الواد حرفيا اتصدم والعيال كمان اتصدموا والجو اخر حلاوه، اللي هو انا عملت ايه علشان اترقى. بعدها بقى النقيبه مينا بتلبسه البدله وبتديله الخطاب بتاعه والواد كان هيمشي، بس مينا بقى بتقول له ما تنجرفش في حماستك قوي علشان بقيت ظابط، انت لسه قدامك بدري علشان تقدر تقف معايا في ساحه المعركه. الواد لما بيسمع الكلام بيتحمس جدا وبيقول لها هوصل لك ما تقلقيش. وقتها مينا بتخليه يلعب ضغط تاني علشان ما تكلمش مع رئيسته بطريقه محترمه والواد بيتحرق اللي هو كل شويه تعملها فيه يعني. ما علينا. المهم مينا بقى بتقول لكافكا ان هوشن هو اللي وصل انك تكون ضابط في قوات الدفاع بشكل رسمي، فخليك بقى قد توقعاته. الواد بعدها قال لها تمام ومشى وفضل يذاكر طول الليل في وحوش الكايجو كالعاده يعني. وبعدها خلاص كان ماشي بس شاف اوضه منوره قدامه كده وقال هو مين اللي لسه صاحي لحد دلوقتي. اما اخد بص عليه كده دخل فعلا وبوم اتفاجئ، ايوه ده الرقيب هوشن وعمال بيتدرب بالليل وحرفيا قوته بقت مرعبه. بيتخيل قتاله اللي فات مع كافكا وبيرسم التصور في دماغه والقتال وكل حاجه. بوم بيخلص عليه وكافكا لما اخد باله حرفيا وقع من الرعب. الرقيب هوشن بقى هو كمان اخد باله منه وقال له مالك يا عم ما تنشف كده، انا بس بعمل تصور على قتالي الاخير مع الكايجو، المره اللي فاتت هرب مني ولكن لو قابلته المره دي مش هرحمه. كافكا طبعا بيبلع ريقه بعد ما سمع الكلام ده وخلاص الرعب عنده بقى ماكس. بس بعدها بيفتكر كلام مينا وبيقول له ما تقلقش يا قائد، انا هوصل لتوقعاتك عليا مش هخيب ظنك ابدا. هوشنو بعدها بقى بيهزر معاه كده وبيقول له انا مش متوقع من واحد قوته 1% زيك اي حاجه تقدر بيها تساعدني، بس انا اقدر احط عليك توقعاتي بنسبه 1%. كافكا لما بيسمع الكلمه ديت بيفرح جدا وكان في قمه السعاده. في الاثناء ديت بقى وتحديدا في السماء كان في مجموعه كبيره جدا من وحوش الكايجو طايره في الجو، يترأسهم وحش لونه احمر كده وبيتكلم زي البشر، شكله مش ناوي على خير يا صديقي وجاي علشان يدمرهم. بعدها بقى وعند القائد هوشنو كان لسه قاعد يبحث في قضايا الكايجو رقم 8 و9 وحاسس ان في حاجه قريبه منه بتحصل. في نفس الاثناء ديت كان كافكا واقف في البلكونه بيستجمع افكاره وبيشوف ايه اللي ناوي يعمله قدام، ولكن هوبا بيشوف هجوم ناري عليه وعلى المقر بالكامل. ايوه الكايجو بدأ في الهجوم على القاعده والضربات ملت المكان، الكل بدأ يحس بيها والقائده مينا ما كانتش موجوده في القاعده حاليا وجنود كتيره ناقصه وكده هوشنو اللي في النص. البنت ديت هي كمان بتحدد قيمه الوحوش ديت واغلبهم معدي 6 من 10، يعني مش وحوش عاديه لا يا صديقي، دي وحوش تحت الكايجو على طول واسمها الهونجو وشكلها كده ما بتهزرش. على طول بقى هوشنو بيلبس البدله بتاعته وبيكلم الفريق بتاعه علشان
يتجمعوا ويتقابلوا بره بأسرع وقت. فعلا الكل سمع كلامه وانطلق ناحية الوحوش، وكافكا كان واقف بيراقب الوضع ومصدوم جدا، اللي هو اللي جاب الوايفرن هنا، ومش واحد بس، ده قطيع كامل وبيضرب كمان على منطقة معينة، وده معناه شيء واحد بس، ايوه في وحش بيتحكم فيهم، وانا لازم ابلغ رقيب هوشنو بأسرع وقت واعرفه كل حاجة. فعلا بيتصل عليه وهوشنو كان ماشي ومتجه ناحية الوحوش دي. كافكا بيقول له خد بالك الوحوش ديت في واحد بيتحكم فيهم ولازم نخلص عليه الاول. في الوقت ده الوحش بقى كان قدام هوشنو، والقائد شافه قال له كلامك صح يا كافكا، بس اقفل دلوقتي علشان شكلها هتولع. فعلا الوحش بدأ يتكلم معاه وقال له انت منور، شكلك اقوى واحد هنا، وعلشان كده هقتلك الاول. هوشنو طبعا كان متفاجئ علشان الوحش قدر يحدد طاقته، ومتفاجئ اكتر علشان الوحش بيتكلم زي البشر. البنت ديت هي كمان بتحدد القوة بتاعته واللي بتقدر ب8.3. فيا ترى هتقدر عليه ولا لا يا هوشنو؟ على طول الوحش بيرفع دراعه وهوبا بدأ القتال، وهوشنو فدى الهجوم بالعافية. لسه في هجوم تاني عليه والواد ما كانش ملاحق، ولكن بيقدر يفادي الهجوم فعلا. بيقول له بعدها ما تقلقش هنلعب دلوقتي. في الوقت ده الوحش بيتحمس على الاخر وعينه بتزرق وبيزعق على اخره. الوحوش اللي بتسمع صرخته ديت بتتفاعل معاها وبيصرخوا هما كمان، وشكله كده عطلهم امر جديد. هوشنو بقى لسه بادئ ياخد باله من الموقف، وهوب الوحش كان عليه. ركز معاه كده علشان ما تتلفش حواليه. اخيرا بيطلع السلاح وبيبداوا في القتال بجديه، وحرفيا القتال عظمه. في نفس الوقت ده بقى كان باقي فرق الدفاع هما كمان بدأوا يضربوا في الوحوش من كل ناحيه، ولكن ضرباتهم ما بتعملش اي تأثير، وحرفيا كله في الفاضي. في الوقت ده بقى كافكا بيرن على الكل وبيعرفهم بالمفيد. ايوه نقطه ضعف الوحوش ديت في ظهرها، ولازم تلفوا حواليهم وتضربوهم من هناك. فعلا الكل بيسمع كلام كافكا وبيلف حوالين الوحوش دي ولسه هيضربوهم. بوم وحش بيطلع من الجدار ده بيغطي صاحبه والكل فشل. ايوه الوحوش ديت هي كمان متعاونه ومغطين على بعض ومحدش قادر عليهم. تخيل بقى الموضوع يفضل على كده يا صديقي؟ لا والله. في الوقت ده بقى كوركو بتدخل على ساحه المعركه بالسلاح الجديد بتاعها، وبوم بتخلص عليهم. طالما الظهر مش جايب معاكم نتيجه فانا من الوش هكسر عظمكم. اتضح بقى ان السلاح اللي معاها ده القائده امينه هي اللي عطته لها، فهي حاليا تعتبر ثالث اقوى حد في فرقه الدفاع دي، واكيد يعني هيعتمدوا عليها. بعد كده بقى البنت بتستخدم السلاح بتاعها وبتشلوح الوحوش، وحرفيا بتجلد ابوهم. رينو هو كمان كان قادر يستخدم الطلقات الجليديه على الوحوش ديت ويثبتها، والاتنين عملوا تعاون مع بعض وحاجه اخر فخامه. في نفس الوقت ده كان هوشنو لسه مستمر في جرجره الوحش ده بعيد عن الجنود، بيحاول يدخله جوه القاعده بتاعتهم علشان يقلل الخسائر. الوحش بقى كان واخد باله ومستمر في الهجوم على الواد، وبرضه ما كانش رحمه، واللي هو هات اخرك يلا هعمل كل اللي انت عاوزه. فعلا البنت ديت بتفتح باب القاعده وهوشنو لسه هيدخل، وبوم الوحش كسر الباب. ما بالراحه يا عم واهدى شويه، ده انا لسه كنت بفتح لك. هوشنو بقى كان لسه بيبص على الوحش ولكن ما لقاهوش قدامه. الوحش كان على الجدار وبيجهز الهجمه اللولبيه عليه، وبوم عطاها له. ولكن المفاجاه دراع الوحش هو اللي اتقطع. حرفيا الكل مصدوم. ايوه الراقب هوشنو حرر طاقته الكامله وهيواجه الوحش بكل شراسه. في الاثناء ديت في بنت اسمها مياسي بتواجه وحش هي كمان، وما كانتش قادره عليه، خلاص هيقتلها. ولكن كافكا شافها هو كمان وراح جري عليها علشان يلحقها. بيستخدم قدراته وبيحاول رجله بس علشان يزود سرعته، وفعلا بيقدر ينقذها. طبعا البنت كانت مصدومه من سرعته، الواد لسه بيتوه، وبوم وحش تاني كان هيخلص عليه. ولكن كوركو بتوصل على المنطقه وبوم بتلف حواليه. رينو بقى هو كمان بيوصل معاها وبيكسروا كل الوحوش في المكان، والعظمه لله يا جدعان. باقية الفرق بقى اللي كانت بره رجعت تضرب في الهونجو من كل اتجاه، وهوشنو بقى كان واقف يكلم الوحش بكل شراسه وبيقول له انت غلطت علشان استهدفت الفرقه ديت، انت هتتجلد دلوقتي. الوحش بقى ما بيسمعش الكلام وبيستمر في الهجوم عليه من كل اتجاه. ولكن تفتكر ان ده يفرق معاه؟ قولها معاه المره دي يا صديقي. لا والله هوشنو بيلف عليه وبيقطعه من كل حته، دراع في التاني في التالت في رجله، حرفيا خرطه يا صديقي. رقبته هي كمان اتقطعت وعلى الرايق يا باشا. ولكن الوحش كان عمال يجدد نفسه وبيرجع دراعاته، وحرفيا هوشنو متبهدل. بينجح يضربه تاني بعدها، ونواة الوحش بتظهر قدامه. خلاص الهدف اتحدد، بيطير عليه وبيضربه الضربه النهائيه، وحرفيا الكل قال هي ديت خلاص. ولكن المفاجاه الوحش كان لسه عايش، بل وطاقته زادت كمان لدرجه كبيره، وكافكا حس بيها. جسمه بدا يكبر وبيطلع له حاجات غريبه، وبعدها عمل بخار ملا المنطقه بالكامل علشان محدش يعرف يحدد فين نواته. وبيظهر بعدها بشكله الجديد
بتزيد بعد ما تحول بالكامل. استخدم اخيرا كل طاقته، والبنت ديت لما قاستها اتصدمت اكتر. ايوه حاليا قوته وصلت ل9 واللي هو شكلها خلاص النهاية. في الاثناء ديت بقى كافكا بيحس بالوحش فعلا وخطورته، وبيعرف ان في حاجة غلط. هوشن هو كمان بيترعب بعد ما بيشوف تحول الوحش ده، وبيهجم عليه بكل غباء، بيحاول يقطعه من جميع الاتجاهات وبكل قوته، ولكن بدون اي فايدة. السيوف بتاعت هوشن كانت قصيرة جدا ومش قادرة تخترق جسم الوحش وتوصل لنواته، والكل كان بيتفرج على الرقيب ومرعوبين عليه، قلقانين جدا من اللي بيحصل لانهم شايفينه بيعافر بكل قوته رغم انهم متأكدين من خسارته. عارفين النتيجة النهائية، البدلة بتاعته هي كمان حرارتها بتزيد وبتبدأ قوتها تقل وحاله يصعب على الكافر. الكوجباوا كمان بيبعت له شوية وحوش كده تنفجر قدامه وبتقلل في طاقته كمان وكمان. هوشنو بيستغرب جدا اللي هو ازاي كل النحس ده موجود معايا. بيلف على الوحش وبيطلع من فوق سلم كده بكل قوته وبيحاول يضرب الوحش من ظهره، ولكن الوحش كان عامل حسابه وبيضربه ضربة من ظهره بتكسر بالبيوت كلها، بتدغدغ جسمه حرفيا. الكل لما شافه قال خلاص ديت النهاية، هوشنو كده خلاص مات. ولكن المفاجأة هوشنو بيفتح عينه، بيفتكر كل الماضي بتاعه زمان، بيفتكر ايه اللي حصل له كمان، بيفتكر لما الكل قال له انك مش هينفع تكون ظابط، وده لانك بتستخدم السيوف مش البنادق، والسيوف مداها قصير وضعيفة ومش هتقدر على الكايجو العملاقة. بيرفضوا طلبه كتير وما برضوش يضموه لفريق الدفاع. افتكر كمان ابوه بقى لما قال له ان محدش هيعترف بموهبتك، انت لازم تستسلم، انت عمرك ما هتنفع تكون ظابط. بس مينا بقى غير الكل واعترفت بموهبته وقالت له انا محتاجالك، انت هتكون الرقيب بتاع الوحدة بتاعتي وهتحميها في غيابي. بيتحمس على الاخر وبيقوم على الوحش بكل قوته وما بيدلوش اي فرصة، وبيهجم من كل حتة ومن فوق وتحت، بيستخدم كل اساليبه ومش هيستسلم. والوحش حرفيا ما عادش عارف هو بينضرب منين، واقف مش قادر يتحرك. وهوشن هو كمان كان لسه رايح يضربه من هنا وهوب الوحش مسكه ضغط عليه وحرفيا بيعصره، وكمية الألم اللي هوشن حاسس بيها ما كانتش طبيعية. كافكا شافه في المنظر ده وصعب عليه وقال في باله ما بدهاش بقى، بيجر عليه علشان يستخدم كل قوته ويتحول بالرغم من انه هينكشف والكل هيعرف حقيقته. رينو بيحاول يمنعه وبيقوله لو رحت دلوقتي الكل هيكتشف وهتروح في داهية، ولكن كافكا كان عارف كل ده وبرضه هيتحول. ولكن بوم فجأة الوحش وصلت على المكان. ايوه الضرب للجدعان. هوشنو بيبص للوحش كده وبيقول له انا الكسبان. مينا بتجمع طلقة تانية وبتدي للوحش ضربة بتطير دراعه التاني وحرفيا طاقتها مرعبة. البنت ديت هي كمان حددت مكان النواة وقالت لها انها في نص ظهره كده، كل حاجة تمام، محتاجين بس الوحش يثبت علشان تعرف تضربه. وحوش تانية بتهجم عليها من كل حتة ولكن الفرقة بتصدها. هوشنو وكوركو هما كمان اتحدوا مع بعض وضربوا الوحش في رجله ووقعوه قدامهم. كوركو خلصت طاقتها وهوشنو استمر في الهجوم على الوحش علشان يثبته في المكان لأطول فترة ممكنة. بيعصر في طاقته بيحاول يضرب في الوحش بكل حاجة علشان بس يثبته في مكانه لحد لما الطلقة تجهز. كان خلاص بقى جاب اخر طاقته والوحش هياكله، وهوبا مينا بتشكره بتقول له انا فرحانة علشان انت الرقيب بتاعي. بتجمع كل طاقتها في السلاح بتاعها وبوم بتدي للوحش ضربة بتكسر بيها عظمه. النواة بتاعته بتبان فعلا ومينا بتعرف مكانها وبتحدد كمان ضربة بوم بتخلص عليه. ايوه كده اخيرا القتال خلص، الوحدة التالتة كسبت والوحش اتهزم والكل كان فرحان ومش مصدق نفسه. كافكا هو كمان كان فرحان وعمال يعيط بعد الانتصار العظيم ده ومش مصدق نفسه خالص. بيبص بعدها على الكل بعد بذل المجهود العظيم ده وبيقول ايوه هو ده حلمي، انا من وانا صغير كان نفسي اعيش الاجواء السعيدة ديت، انا فرحان جدا. ولكن هل انت مفكر ان الفرحة ديت هتدوم على طول يا صديقي؟ لا والله. بوم مرة واحدة الوحوش اتجمعت في المكان وعملوا دايرة كبيرة جدا وكأنها قنبلة موقوتة. الوحش بيدخل جنب اخوه بيتنفخ ومستني الامر علشان يتفجر. مستني امر ايه؟ هو مش الكايجو مات؟ لا لسه، الكايجو كان لسه في اخر نفس وبيبص على هوشنو كده وبيستهزأ بيه وبيقول له في المعركة دي احنا هنخرج بتعادل، الكل هيموت. وفعلا البنت ديت كانت قاست طاقة الانفجار اللي هيحصل واستحالة حد منهم يعيش. كده خلاص الكل حس بالانهيار ومش عارفين يعملوا ايه. تخيل ان الدنيا هتفضل حزينة كده والاسطورة كافكا موجودة صديقي. لا والله، الواد بينطلق بكل قوته ناحية القنبلة، مش همه اي حاجة ومش همه الكل يشوفوه. هوشنو والكل لما بيشوفوه بيتصدموا، هو ازاي سرعته بقت عالية كده؟ ايوه كافكا مش هيسيبهم يموتوا بعد كل العناء ده، وبيتحول لشكله الكايجو قدامهم. بيقول في باله انا مش هسيب حد يتأذى. اي نعم ممكن بعد ده كله يتحكم عليا بالموت، ولكن الكل ضحى بحياته علشان الفريق، انا مش احسن منهم وهضحي بحياتي انا كمان
كمان. بيجمع فعلا كل طاقته وبيحط مضخات في رجليه وبيطير على القنبله وبيزعل اخره، بيضربها ضربه بكل ما اوتي من قوه، والضربه بتاعته كانت جامده جدا وطيرت القنبله لفوق. بعدها هو اترمى على الارض والانفجار فعلا بيحصل، الكل بيوطي راسه وبيحاولوا يتجنبوه، وكافكا هو كمان بالرغم من انه استخدم كل قوته فضل واقف ومستخدم درعه وبيحميهم وبيضحي بكل حاجه عنده علشان فرقته، واقف شامخ في مكانه ومستني المكافأة. ولكن المكافأة ما كانتش متوقعة يا صديقي. القائدة مينا بترفع عليه السلاح بعد ما انقذها وبتقول له انت رهن الاعتقال. الواد بصلهم بعين مقفولة كده من التعب والحزن وما قدرش يتحرك، وقال لهم اعملوا اللي انتم شايفينه صح، انا مش هتحرك. بالفعل بيتقبض عليه وبيتاخد على السجن. بعد كده بقى كل قادات فرق الدفاع بيتجمعوا علشان يعملوا اجتماع ويشوفوا يعملوا ايه مع كافكا وايه الطريقة اللي هيحاكموه بيها. الرئيس شينوميا في الوقت ده بيقرر ان هو اللي يشرف عليه بنفسه وبيأمر بنقله الى القاعدة البحرية ارياكي. وبالفعل كافكا كان قاعد محبوس في اوضة كده ضلمة ومتكلبش وحاله يصعب على الكافر. بتدخل عليه مينا وهوشنو مع شوية جنود كده، والواد لسه هيتكلم راح هوشنو مسكته قال له ما تنطقش بحرف واحد. خرجوا فعلا وكانت كل اعضاء الفرقة الثالثة واقفة بره وباين عليهم الحزن جدا. كافكا هو كمان كان زعلان ومش قادر يبص في عين صاحبه رينو او يقول له على اي حاجة. بيقول له في باله خد بالك من نفسك يا صاحبي، شكلها كده دي نهايتي. بيطلع العربية ولسه هيمشي، رينو بيخرج من الصف وبيكلمه بيقول له انا كل ثقة انك هترجع يا كافكا، انا مستنيك يا صاحبي. الواد طبعا بيتأثر جدا من الكلام ده، ومينا هي كمان بتقفل باب العربية وبتقول له مفيش كاميرات هنا ولا حد بيراقب ولا اي حاجة، واقدر اقول لك على كل حاجة انا عاوزاها. انا لما شفتك مندفع ناحية الانفجار بسرعة كبيرة اتصدمت بعد ما عرفت انك كايجو، ولكن كنت متأكدة في قرارة نفسي ان التصرفات ديت لازم تطلع منك انت. ما تقلقش مفيش ولا واحد في الفرقة التالتة بيكرهك، بالعكس هنحاول نجيب ادلة ونجمع كل اللي في ايدينا علشان تطلع بسلام. الواد طبعا لما بيسمع الكلام ده بيتأثر جدا وبيقول لها طيب هل انت لسه فاكرة الوعد بتاعنا يا مينا؟ البنت بتقول له ايوه انا فاكرة وهستناك دايما تقف جنبي يا كافكا. الواد في الوقت ده ما بيقدرش يمسك نفسه وبيقعد يعيط وحاله كان يصعب على الكافر. بيروح فعلا على القاعدة ارياكي وبيتحبس فيها وبيتقفل عليه كل المخارج وحرفيا بيتجلد. في الاثناء ديت بقى كان كل اعضاء الفرقة الثالثة قاعدين زعلانين ومش عارفين هيتصرفوا ازاي في الموضوع ده. البنت ديت هي كمان بتقول ان كافكا عمره ما هيأذي اي حد، ده هو اللي انقذني من لما كنت هموت. ايهارو هو كمان قال نفس الكلام، والكل كان في حالة تخبط وعاوزين يعملوا اي حاجة علشان يلحقوا صاحبهم بس ما فيش في ايديهم اي حاجة يعملوها. مينا هي كمان في الاثناء ديت بتأمر البنت ديت بتجميع كل حاجة عن كافكا علشان تقدمها لقادات فرق الدفاع وتخليهم يغيروا رأيهم او يخففوا العقوبة بتاعته. كوركوبا هي كمان راحت على ابوها شينوميا وقالت له انا عاوزاك في موضوع يا بابا، كافكا هو اللي انقذ حياتي من الوحش في يوم التدريب وانا متأكدة ان هو بشري بس انا عاوزاك تديله فرصة. الاب وقتها طلع اشاعة كده من ايده ووراها لبنته، قال لها القلب اللي جوه ده مش قلب بشري، لا ده عبارة عن نواة وحش وهو كده خلاص ما عادش بشري واحنا لازم نخلص عليه. البنت وقتها زعلت جدا من الكلام وكانت خلاص ماشية، ولكنها بتقف كده وبتقول له بالرغم من كل ده انا عاوز اثق فيه. بعدها بتخرج من المكتب. في الاثناء ديت بقى وقبل محاكمة كافكا كان كل اصحابه حاولوا يتواصلوا مع كل اللي يعرفوهم علشان يخففوا الحكم عليه او يقللوا اي حاجة، ولكن طبعا بلا جدوى، والموضوع كله في ايد صاحبنا شينوميا اللي هو حاليا هيختبره. كان كافكا بقى في الوقت ده قاعد وبيفتكر كلام مينا لما قالت له انت لازم تبين لهم انك انسان علشان تقدر تعيش. بيقول في باله انا مش هستسلم وهوري لكم اني انسان وهخرج من هنا. ويا دوبك ما خلصش كلامه لقى شينوميا داخل عليه كده ومعاه شويه شايلين شنطتين، ملامحه مرعبه وشكله كده ناوي يجلده. كافكا لسه راح يقول له انا انسان، راح شينوميا خرصه بيقول لي الواد ده فك القيد اللي عليه بسرعه. الواد بيعترض بيقول له ازاي فك القيد يا عم، ده ممكن يقتلك. شينوميا بيبص له بصه واحده كده بس بترعبه وبيخليه يفتح الاقفال. بعدها كافكا بيقوم ولسه ما بصش قدامه لا شينوميا مديله بالمسدس على عينه. الواد لسه ما لحقش يرد وهوبا لقاه قدامه تاني، عوره في صدره واخد منه دم وحطه في العينه ديت. قال له ما تقولش انا بشري على لسانك تاني علشان ما فيش بشري يقدر يصد الرصاص بايده زيك كده، وحول نفسك يلا واظهر حقيقتك علشان انا هجلدك دلوقتي. كافكا كان بيسمع الكلام طبعا ومش فاهم اي حاجه ومش عارف ايه اللي هيحصل فيه. بعدها المدير شينوميا بيقول لي اللي معاه يخرجوا السلاح وبيلبسوا فعلا وشكله هيكسر الدنيا. كافكا لسه راح ياخد وضع الدفاع وبوم اكل ضربه على ايده قطعتها، رمته في الجو لسه ما لحقش يشوفه وبوم واحده
التانية في صدره جلدته، اتحول لنص التحول بتاعه بس ومش راضي يتحول بالكامل وعاوز يلحق نفسه. بس بوم المدير شينوميا كان قدامه ومش مديله اي فرصة وشكله هيجلده، بيطير وراه في كل حتة وكافكا بيحاول يهرب منه ويفادي الهجمات، ولكن برضه ما كانش عارف شينوميا قوته مرعبة وبيحصله بسرعة جدا وبيضربه كمان، وحرفيا كافكا واكل على دماغه. بيقول في باله هو ازاي قوي كده، دي مش قوة انسان مخرج 100% بس من بدلته، لا دي قوة وحش كايجو زي بالظبط ويمكن اقوى مني كمان. وفعلا يا صديقي كلام كافكا بيطلع صح، وده لان السلاح اللي في ايد شينوميا ده مش سلاح عادي، لا ده كان في زمان وحش كايجو قوي جدا وخطير وقدر يدمر مدن كاملة لوحده، نسف الناس وقتل وحدات كتيرة جدا وخلص على طائرات ومحدش كان قادر عليه، بس الكل اتجمع عليه وقتلوه وبعدها عملوا من جسمه سلاح، وده هو اللي شينوميا بيستخدمه حاليا. فعلا شينوميا بينطلق بسرعة جدا على كافكا وبيطير له دراعه، والواد لسه ما لحقش يلف وبوم عطاله كمان ضربة في رجله كسرتها، لسه راح يضربه الضربة النهائية وبوم الوحش ظهر في المكان. ايوه كافكا تحول لكايجو بالكامل، صرخ بعدها صرخة مرعبة ارعبت كل من في المكان، وكوركو كانت بتتفرج وما فهمتش مين ده، ازاي صاحبها كافكا يعمل كده. المدير شينوميا هو كمان بيرجع لورا وبيعرف ان الوضع اتغير، بالفعل كان الكايجو هو اللي سيطر على وعي كافكا وحبسه جواه، ناوي يخلص الموضوع بسرعة وبيجمع كل قوته وهالته المرعبة بتظهر وبيهجم على شينوميا بغباء وشكله خلاص هيقتله. شينوميا على طول بيفادي الهجمة، ولكن بوم كافكا بيلف جسمه وبيديله واحدة تانية تجيب اجله، بينزل عليه بوابل من الهجمات وما بيرحموش، وحرفيا كوكورو في قمة الرعب. كافكا هو كمان كان شايف نفسه وهو بيضرب المدير ومش رحمه ومش عارف يعمل اي حاجة. في الاثناء ديت بقى وتحديدا عند رينو، كان الواد عمال يتدرب ومش شايف قدامه، ايهارو مستغرب هو بيعمل كده ليه وازاي هو مش متأثر بسجن صاحبه. رينو بعدها قال له ما تقلقش، انا متأكد ان هو هيرجع، هو عنده ارادة وعزيمة مش عند حد وعمره ما هيستسلم وهيثبت للكل ان هو بشري، بس انا دلوقتي حابب اكون اقوى قبل ما يجي علشان بس بعد كده انا اللي احميه ومش هسيبه يضحي بنفسه تاني. ايهارو بقى لما بيسمعه بيتأثر بالكلام وبيكرر يتمرن هو كمان والدنيا رايقة. نرجع بقى للقتال بتاعنا واللي فيه كان المدير شينوميا رجع لورا كده وحاول ان هو يهجم على كافكا بكل قوته، بيضربه ضربة فعلا والواد طار، ولكن المفاجأة النواة بتاعت الوحش كانت وراه بتتجدد وشينوميا شايفها قدامه وحرفيا مصدوم، والوحش بيضربه ضربة بكل قوته خلت الدرع اللي في ايده يجيب اخره، بس برضه الهجوم بكل قوة شينوميا مش قادر على الواد وحرفيا الكل اترعب. ده القدرة الساحقة ديت، الهجوم مستمر ما بين الاتنين وشينوميا وكافكا حاليا قوتهم متساوية، والاصلع ده كان مستغرب جدا بيقول هو طالما المدير شينوميا كان ناوي يستخدم القوة ديت ويقتله فليه سابه لحد دلوقتي وما قتلوش. شكله بيفكر في حاجة. ايوه كوركو بتفتكر كلامها مع ابوها وبتعرف ان هو بيدي فرصة لصاحبها علشان انقذ بنته وبتتأثر على الاخر. المهم الوحش في الوقت ده كان غير شكله التاني ولونه بقى احمر وقوته زادت كمان مرة، وشينوميا على طول بيستخدم الدرع علشان يحمي نفسه من الهجوم، ولكن خلاص يا حبيبي انت مش هتقدر عليه. كافكا بيطيره وبيجري عليه تاني وبيكسر دماغه، وشينوميا بيستخدم المدفع بتاع السلاح بتاعه على الواد على امل ان هو يهزمه، ولكن برضه كافكا واقف ثابت في مكانه وبيمتص الهجمات بتاعته وبيهجم عليه تاني، بيديله واحدة بترميه لورا وبيطير عليه على طول وبيمسكه بيحدفه في الجدار وبينزل عليه ضرب من كل حتة ومش رحمه، والراجل خلاص كان جاب اخر تحمله وشكله خلاص هيموت. كوركو بقى كانت بتتفرج على صاحبها وهو بيضرب في ابوها وعماله تصوت وبتنده على كافكا علشان يفوق. الواد طبعا ما كانش هنا وبيعافر وبيحاول يطلع نفسه بره اراده الوحش ويسيطر على جسمه، بس برضه ما كانش قادر. بيقول في باله انا مستحيل اقدر اقتل ابو صاحبتي قدام عينيها، انا لازم اخرج من هنا باسرع طريقه. بيخرج فعلا من المكان وبوم لقى الكايجو قدامه اكله. كافكا وقع في مكان مليان بميه وعيه خلاص بدا يختفي. شينوميا هو كمان في لحظاته الاخيره شكلها خلاص دي النهايه. الواد لسه يغمض عينه وبوم مينا مسكت ايده بتقول له انا مستنياك ما تستسلمش يا كافكا انا عاوزاك معايا. بعدها الواد بيضرب الضربه الاخيره وبوم ما جاتش في شينوميا، ده ضرب نفسه ووقف الهجوم بتاعه. بيقول بعدها للقائد وهو غرقان في دمه قلت لك انا انسان اسمي هيبونو كافكا، موتي ارحم عندي من ان اقتل حد انا بحترمه، سلام. وبعدها الواد بيغمى عليه، طبعا التحول بتاعه بيختفي والجنود بتظهر علشان تخلص عليه، ولكن شينوميا بيوقفهم بيقول لهم خدوه على غرفة العلاج بسرعة. الواد ده بقى لما بيسمعه بيخلع القناع اللي عليه وبيقول له فكرتك عاوز تموت نفسك ولا حاجة، انا جاهز في اي وقت للي انت عاوزه. شينوميا بيقول له انا مش محتاج اي حاجة منك، ولكن قوته طلعت اكبر بس من اللي انا متوقعه بشوية، ما علينا كده انا عرفت كل اللي انا عاوزه. بالفعل كافكا بيروح علشان يتعالج والاجتماع اللي مصيره بيتعمل، الكل بقى كان متجمع ومينا بتقدم كل الشهادات اللي عندها ليه واصحابه بيقولوا رأيهم والقرار النهائي خلاص هيتاخد.
اكيد. وايوه يا صديقي، زي ما انت عاوز بيتم اعفاء كافكا من لقبه كوحش وتاجيل فتره ابادته علشان يستخدموه كسلاح ضد الكايجو. الرساله بعدها بتنبعت لكل اعضاء الفرقه الثالثه، ومينا لما بتشوف الرساله بتفرح جدا وبتبتسم والوضع اخر حلاوه. رين هو كمان بيفرح جدا والكل مزقطط ومحدش فاهم هو كافكا عملها ازاي. بعدها بقى شينوميا بيروح على كافكا بعد ما فاق وبيعرفه بالمستجدات. الواد بيفرح جدا وما بيكونش عارف يتصرف ازاي، ولكن بيقول له بالرغم من انكم عاوزين تستخدموني كسلاح ولكن انا فرحان جدا، فرحان علشان هقدر اقف جنب مينا تاني وهستخدم كل طاقتي واقتل في الوحوش. شينوميا بقى بيقول له ما تفرحش قوي كده يا عم، وحاول توصل بس لتوقعاتي عليك والا هتتعدم تاني. الواد بيقول له تمام يا عم وبينام على نفسه من التعب والدنيا اخر حلاوه. بس الحلاوه ديت مش هتدوم على طول يا صديقي، وده لان الكايجو رقم 9 كان اتطور جدا عن اخر مره وتعلم كل حاجه عن البشر. شكله حاليا بيخطط لحاجه مش تمام وتعاون مع وحش تاني من نفس نوعه وشكله مش ناوي على خير. المهم لحد هنا بقى بيخلص الموسم الاول بتاعنا. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، ويلا سلام.